السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وباحسن حال يا رب، اللهم امين. عايزين نعمل بقى ايه؟ برجر. احنا كلنا الحمد لله، نعمل لهم برجر بقى. ماشي، يلا بينا. بسم الله. اول حاجه هنجيب الصينيه بتاعتنا عشان نحط عليها كل المكونات ونسمي الله كده بالراحه. بصوا بقى، اول حاجه معانا نص كيلو لحمه، معانا بصلايه وقرن فلفل اخضر طبعا. في قرن الفلفل ده حراق تمام عشان يدي طعم كده لذيذ. ومعانا الخلطه دي، اي خلطه برجر عموما يعني، دي بتكفي لكيلو، مكتوب عليها اهوت كيلو جرام. فانا طبعا عشان هعمل نص، فانا كنت قاعده نص الكميه وايه، والنص التاني هعمله ايه معانا. بسم الله. بصوا بقى، معانا فيجيتار. احنا هناخد منه معلقتين، هو الكيس تقريبا يكفي معلقتين تمام. وهناخد كيس من بيكنج باودر او كيك شيف، هناخد معلقه فقط لا غير. يلا بينا نبدا. هنجيب كل الكلام ده طبعا هنحطه في الكبه واحده واحده كده، وهوريكم انا بعمل ايه كل خطوه. بصوا بقى، معانا الكبه بتاعتنا، حطينا فيها قرن الفلفل الاخضر والبصلايه، هنضربهم كويس جدا عشان انا عايزاه ناعم مش عايزاه خشن كده تمام. ضربناهم كويس جدا. نقوم بقى ايه حاطين، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طبعا هي مش هتكون ناعمه غير عشان تكون كميه كبيره او نحط معاها حاجه، فاحنا بسم الله الرحمن الرحيم. ترى حرق قوي الولاد. بتعمد اعمل حاجه حراقه عشان ياكلوا منها، بس ترى الحراقه جامد قوي، ربنا يستر بقى. ده بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى المعلقه ايه البيكنج باودر، وهنحط الخلطه كلها بتاعه البرجر تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى الكيس ده فيجيتار. بصوا بقى، احنا حطينا كل المكونات تمام، وحطينا اللحمه، فاضل الفيجيتار تمام. يلا فريده اتفضلي حطي الفيجيتار، سمي الله. شويه دي دوقيه. يلا يا استاذ ياسين، جت عليك، اتفضل سمي الله وحط. حط كله. يلا لازم نشارك. مع السلامه، اتفضلوا. ثانيه واحده. هنضربه بقى ايه كله مع بعض. شايفين ما شاء الله اكنها عجينه وبتلم. بصوا بقى العجينه بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا قمر، بصوا عامله ازاي. هنكورها بقى ايه بالحجم اللي احنا عايزينه او الحجم اللي احنا محتاجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، على فكره الكور انا مكبراها، انتوا عايزين تصغروها مفيش مشكله، انتوا تتحكموا في الحجم اللي انتوا حاطينه تمام. بس انا عايزاه حجم كبير مش عايزاه حجم صغير. ده المكبس بتاعنا. بصوا بقى، دي اكياس اللبن انا بجيبها وبقطعها. نعم يا علاء. بصوا بقى، اكياس اللبن بجيبها هي بتبقى بالطول، انا بقى ايه بقطعها من جنب واحد وايه واقسمها اتنين وافتحها بالشكل ده، بحيث ان انا احط ايه، احط نص كده تمام. واقوم حاطه بقى ايه بسم الله، حاطه البرجرايه كده في النص، والكيس التاني هقوم قلباه وهضغط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضل اضغط بقى ايه ضغطه قويه يمين وشمال. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين المنظر عامل ازاي. بس انا بحب اكبس جامد علشان خاطر هو ميفتحش مني في القلب، عشان كله يبقى سوا واحد تمام. بصوا ما شاء الله شايفين، وادي البرجرايه معانا طلعت ايه زي الفل. شايفين حجمها عامل ازاي ما شاء الله، جميله جدا ومناسبه. تكفي الافراد كتير. طبعا احنا بنعمل حاجه في بيتنا احنا اللي هناكلها، فلازم ايه نعملها بضمير، ولازم نعملها في البيت، بتبقى افضل بكتير طبعا، وخصوصا الاطفال بيحبوه. هكمل بقى بقيه الكميه ديت وهوريكم في الاخر. بصوا ما شاء الله عملناه بالشكل ده. طبعا احنا ايه هنحطوه في الفريزر، نحطوه في علبه محكمه الغلق تمام. بصوا بقى عملنا ايه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين قمر. بنعمله بالشكل ده عشان ندخله في الفريزر، نلم الكياس بتاعتنا عشان ما يدخلوش ميه طبعا، وما نكبس عليه يعني ما نحطش عليه حاجه، فاهمين يعني. عشان كده بقول لكم حطوه في علبه وسيبوه، او مثلا ممكن تحطوه في الفريزر زي ما هو كده بالطبق بتاعه لو هو كبير
تمام، وتفردوه. ولما يتلج تاني يوم بامر الله، المفروض هو احسن، احنا اصلا مش بنستخدمه في اول يوم، احنا بنستخدمه اقل حاجه تاني يوم على طول. نطلعوه واحده واحده وتحطوه في علبه يقعد معاكم فتره كبيره جدا. وخصوصا كمان لو في اطفال مثلا بيروحوا النادي، بيروحوا مثلا اي خروجه انت عايزاها، خصوصا كمان في الرحلات، وطبعا في البحر روعه، مش عايزه اقول لكم يعني، ومدارس داخله بقى والدروس وهيصه. يلا حبيت اوريكم الطريقه. انا بقى هدخله الفريزر عشان خاطر هستخدمه تاني يوم بامر الله. بسم الله نبدا. عايزين نعمل بقى ايه؟ عجينه برجر. عندنا برجر وعايزين نعمل ايه؟ برجر. تمام، فمعانا كوبايتين دقيق. تمام، هنحط معاهم معلقه سكر كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط معاهم ذره ملح بسيطه جدا، مش كتير يعني. تمام، هنحط بقى ايه؟ ربع معلقه خميره فوريه. ربع معلقه كبيره ومعلقه يعني بمقدار معلقه صغيره. تمام، مش عايزين ايه خميره تكون كتير عشان ما تفرولش معانا. تمام، طبعا انا معايا لبن رايب، هاخد منه حوالي ربع كوبايه صغيره خالص، والباقي هيبقى بايه؟ بميه دافيه. تمام، بسم الله نتوكل على الله. هنحط شويه صغيرين خالص دول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، حوالي ربع كوبايه، والباقي هيكون ميه دافيه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا قلبتهم كويس جدا كده. نحط بقى شويه ايه؟ ميه دافيه، شويه شويه، كل ما تحتاج نحط على طول. تمام، بصوا نقلب كده بالراحه خالص، بحيث ان ايه؟ ان احنا ندخل الهواء جوه العجينه. تمام، اهم حاجه الفراغات عشان يكون هش بامر الله. بسم الله. نحط كمان شويه ونعجن بقى ايه؟ بايدينا واحده واحده. بصوا بقى، اول ما نلمها بالشكل ده انا عايزه اقول لكم ان لازم تتعجن كويس جدا. هنقوم حاطين معلقتين زيت كبار. تمام، ونكمل عجن لغايه ما تكون عجينه كده ايه؟ متلامسه، عارفين شبه العجينه القطنيه كده، بس طريه شويه. بسم الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بقت عامله ازاي. هنغطيها بقى ونسيبها ربع ساعه ونرجع لها تاني. سيبوها بقى بالشكل ده عشان هنرجع بعد ربع ساعه ان شاء الله. بصوا بقى بعد ربع ساعه ما شاء الله، بصوا هنعمل ايه بقى؟ هنهدها وهنسيبها لمده ساعه، يعني هنهدها تاني، نعملها كوره تاني، وبعد كده ساعه بقى، وبعد كده نشتغل عليها. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، شايفين تضاعفت ازاي؟ هنعمل ايه بقى؟ بصوا شايفين فقاقيع الهوا دي؟ ما شاء الله اللهم بارك. هنكورها بقى بالكور او بالحجم اللي احنا محتاجينه، عشان ده بقى اللي احنا هنحطوه في القالب بتاعنا عشان نعمل البرجر. بصوا بقى كورتهم بالشكل ده. جبت قالب بتاعنا، الصينيه بتاعتنا، دهنا فيها شويه زيت صغيرين، وبعدين كورناها بالشكل ده بالحجم اللي انتم محتاجينه. يعني عملت 3 صغيرين وعملت 4 كبار. تمام، تسلمي ايدك يا ماما. تسلمي يا حبيبتي. هنسيبها بقى تخمر على قد ما تقدروا. تمام، هي المفروض اصلا تخمر قبل ما تدخل الفرن، تخمر من نص ساعه لساعه الا ربع. تمام، بس طبعا الجو حر، فانتوا طبعا ايه هتبصوا عليها بعد نص ساعه ونشوفها بقى ايه خبرت لغايه فين، عشان الجو حر جدا النهارده الحمد لله. فهنغطيها ونسيبها في مكان دافي. عايزه اقول لكم بقى ان انا ايه؟ قلت اعمل بيتزتين كمان بالمره كده، واحده صدوق واحده فراخ. بصوا معانا صينيه بالحجم ده كده، حطينا فيها شويه زيت زي ما انتم شايفين، نفردوهم بقى، وبعد كده هنحط ايه؟ هنحط زي ما فردنا كده العجينه هنحطها. تمام، بس بقى خرمتها بالشكل ده. وعندي بقى الصلصه بتاعتي بحطها في الفريزر دايما. اجي عامله ايه بقى؟ جايبه معلقه كده. تمام، وافردها قبل ما احط الحشوه اللي احنا عايزينها. طبعا حطيت الحشوه، انا عملت نص صدوق ونص فراخ. تمام، عشان دي بتاعت عادل وحطيت بقى طماطم وفلفل زي ما انتم شايفين، وقمت بقى رشه ايه؟ الجبنه، اضغط عليها ضغطه بسيطه واحطها في الفرن. بصوا ما شاء الله بقت عامله ازاي. تعالوا بقى اوريكم العيش. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، خمر كده. احنا بقى ايه؟ هندخله الفرن على طول عشان يدوب هو ما شاء الله. بصوا بس اول حاجه لازم ايه؟ بصوا هش جدا. طبعا هندهن وشه باللبن، ونحط شويه سمسم على الوش قبل ما ندخله الايه؟ الفرن على طول. بصوا شويه لبن صغيرين كده، ومعاهم شويه سكر. بصوا
بدوبهم كده سريع سريع عشان احطهم على الوش. تمام. بصوا شايفين الجمال ما شاء الله. يلا بينا ندخله بقى الفرن. بصوا قمر. يلا ندخله بقى الفرن ايه بالمره كده واحنا بنسوي البيتزا. اوكي. بحب المعه والفرن شغال. بصوا ما شاء الله. بصوا بقى طلعت المنيو. تمام. تعالوا بقى نعمل ايه البرجر بتاعنا. ده انا كنت عاملاه امبارح بالليل طبعا. بصوا ما شاء الله مدلك خالص حرفيا. بصوا ما شاء الله صلب جدا. طبعا انا حطيت الطاسه احط فيها بقى شويه زيت صغيرين عشان احط الايه البرجر بتاعنا. بسم الله. بصوا بقى الزيت اهو. بسم الله ونحطها بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الثانيه. شايفين القمر ما شاء الله. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم هو الصراحه من الصبح مولع نار. طبعا عشان هو واخد وش جامد فاحنا هنعمل ايه هنغطيه كده. تمام. زي ما هو كده بالراحه هنغطيه ونسيبه عشان يعرق. مولع نار. نسيبه كده عشان لازم نغطيه. تمام. شوف بقى البرجر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. نقلب كتير في الناحيه الثانيه ونعمل فيها ايه اهي دي. بسم الله ما شاء الله. لما بارك. نعمل حاجه في البيت انضف واحسن من بره بمليون مره. اللهم بارك يعني. بصوا بقى طلعناهم بالشكل ده ما شاء الله. بصوا بقى العيش اهو. ما شاء الله. بصوا بقى طري ازاي. الاول كان ايه يعني متماسك لكن كده طري. هنغسله بقى ونفتحه واوريه لكم من جوه. بصوا والله تسلم ايدي بجد ما شاء الله. بصوا ما لزقش. شايفين عامل ازاي ما شاء الله. اللهم بارك. بصوا شايفين ما شاء الله. اللهم بارك يعني. كده اوريكم من جوه من تحت عامل ازاي. قطني جدا ما شاء الله. اللهم بارك يعني بيت البيت انضف بكتير من بره. الحجم اللي انتوا عايزينه. بصوا ده انا عملت دي صغيره وعملت ايه عملت صغير وكبير طبعا عشان الولاد. وكمان ينفع جدا من لانش بوكس بس هتكبروا اكتر يعني. بصوا بقى قطعت لهم طرنشات كده ايه بصل وطماطم. تمام. ومش عايزين فلفل اخضر. بصوا بقى تحت من جوه. بصوا ما شاء الله. هحط بقى على طول. بصوا ما شاء الله. طبعا ايه هحط لهم بقى ايه الكاتشب المايونيز. هما بقى يحطوا اللي هما عايزينه. قلت بس اوريكم كده ايه انا بصور بايد واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله. بصوا قمر. اللهم بارك. تسلم ايديا والله. ايه رايكم؟ ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. يلا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاضر يا لالا. حاضر.